السلام عليكم، ازيك يا زعيم؟ عامل ايه؟ اهلا بيك في حلقه جديده من برنامجك المفضل على يوتيوب وهو 70%. الحلقه دي هنتكلم عن الفوتو اديتنج، ولكن تعديل بسيط. انا مش هتكلم المره دي عن برنامج معين او مش هشرح واجهه برنامج معين او حاجه. انا هتكلم عن الفوتو اديتنج بشكل عام، ازاي بنعمله وليه بنعمله وازاي بيحسن الصور بتاعتنا وهكذا. في الحلقات الجايه ممكن ابدا اعمل شرح لبرنامج معين زي لايت روم مثلا او سناب سيد او الحاجات التانيه دي وازاي استخدمها مع بعضها. ده انا هتكلم معاك في الكونسبت بتاع الفوتو اديتنج نفسه. الفوتو اديتنج يا سيدي هو زي ما البرنامج بتاعنا اسمه 70%. في الفوتو اديتنج بالنسبه لي هو 70% من الصوره بتاعتك. انت ممكن تكون مصور صوره حلوه جدا والكومبوزيشن حلو والصوره جميله والمكان جميل وكل حاجه حلوه، ولكن انت مش مطلع فيها الاحساس اللي انت عاوز تطلعه برده بسبب الاضاءه او بسبب الالوان بتاعه الصوره نفسها. الاوفرول لوك يعني بتاع الصوره، اللوك بتاعها مش عاطيك الاحساس المعين بتاعك. في صور كتير مثلا انت بتشوفها على النت كده بتبقى الصوره دي اللي اوف، الصوره دي جامده جدا، الصوره دي لونها كده او احساس اللي طالع منها كده محسسك باحساس معين. مثلا صوره مثلا تكون لونها ازرق شويه فحسسك ان المكان ده بارد كده، صوره يكون لونها احمر شويه فحسسك ان المكان ده حر جدا ومش عارف ايه. الحاجات ده برضو بتشوفها في الافلام. التلوين او الكالر جريدنج بتاع الفيلم او بتاع الصوره هو نفسه، يعني نفس المبادئ. كمان ممكن يكون معاك صوره، الصوره دي تكون حلوه جدا بس ممله، انت مفيش فيها الاثاره كده او مفيش فيها الحاجه اللي اول ما الناس تشوفها تقول الصوره دي جامده جدا، او ان الشخص يقعد يمسك الصوره كده ويتفرج عليها يبص عليها ثانيتين ثلاثه. الناس دايما تسكرول على الصوره اللي انت بتصورها، محدش هيريليت للصوره الا لو هي فعلا بتوصل احساس. والاحساس ده عشان توصله لازم تكون ظابط الكومبوزيشن زي ما اتكلمنا في حلقه الفوتوغرافي الاولى والثانيه، وكمان الايديت. اول واهم حاجه في التعديل على اي صوره هو البرسبكتيف والانجلز بتاعه الصوره دي. لو انت مصور صوره بص 10 على 10 بس مايله كده شويه، انت خلاص كده انت باظت الدنيا. لان انت كده مفيش حد بيقف في مكان معين او بيشوف منظر بيكون واقف عامل كده يعني فاهم؟ انت لما بتخلي الصوره نايمه كده او مايله شويه، او حتى لو الموضوع ده بسيط جدا لو درجتين صدقني بيفرق، خصوصا لو انت يعني حد عنده او سي دي بيتفرج على الفيديو هيبقى مش مرتاح، هيبقى حاسس ان هو عايز يعمل الفيديو كده او سوري او الصوره اللي انت مصورها، حتى هيبقى حاسس ان هو عايز يعمل موبايل كده عشان يبدا يشوف الصوره كويس وعشان يبقى مرتاح نفسيا. وده مستحيل مع كل الحاجات السوشيال ميديا اصلا كلها البرسبكتيف بتاعها مظبوط، كل حاجه الانجلز شارب 90 درجه مش عارف ايه. فانت لو حطيت له صوره في النص في وسط الحاجات الشارب 90 درجه دي والصوره دي مايله 20 درجه كده، انت بتقتل الحته اللي جواه. معظم البرامج حتى الايديتنج بتاع الموبايل بتاعك بتاع الجاليري نفسه تقدر تظبط فيه الانجل وتخلي الصوره تظبط ما تبقاش مايله قوي. يعني في برامج بتعملها اوتو زي لايت روم مثلا، لايت روم موبايل او لايت روم بي سي، بيضغط فيه على اوتو بيظبط هو الانجل مع نفسه، يعني بنسبه 90% من الصور 95% بيظبطها مظبوطه جدا. ساعات بقى في حاجات مش واضحه يعني فانت بتحتاج تعملها مانوال شويه. تاني حاجه في التعديل على الصور هو بيكون اللايتنج بتاع الصوره او الاضاءه اللي في الصوره دي. لو الصوره دي مظلمه زياده عن اللزوم انا مش هشوفها، لو الصوره دي منوره زياده عن اللزوم هتوجع عيني، لو الصوره دي الانترست فيها عالي جدا، الاسود اسود قوي والابيض ابيض قوي، الصوره دي بتكون مؤذيه للعين بشكل رهيب، محدش بيبقى قادر انه يبص في الصوره دي اكتر من ثانيتين، فطبيعي ان الناس هتسكرول ومش هتحب الصوره دي. والعكس برضو لو الصوره دي فلات جدا مفيش فرق خالص ما بين الابيض والاسود، الصوره كلها بتحسها شيد واحد كده كان مرشوش عليها ميه كده او حاجه، ما بتبقاش حلوه برضه. فتظبيط الاضاءه وانك تخلي درجه الاضاءه مظبوطه، ما تبقاش الصوره منوره جدا وما تبقاش مظلمه جدا وما تبقاش كونتراستي جدا وما تبقاش فيها هيز وما تبقاش، فاهم قصدي؟ ان الصوره يكون شكلها حلو كده، ده بيخلي الناس ترتاح نفسيا ان هي تبص على الصوره. كمان هتلاقي في البرامج اللي زي لايت روم كده هتلاقي في حته بتاعه الكلاريتي والتكستشر دي ممكن تبص عليها برده قبل ما تبدا تعدل على الالوان او بعد. يعني هي المفروض ان هو البرنامج مرتبها ان الخطوه دي بتكون بعد التعديل على الالوان، بس انا ساعات بسكيب التعديل على الالوان وبظبط الكلاريتي والتكستشر الاول قبل ما اعدل على الالوان عشان احس ان الصوره يبقى شكلها النهائي عامل ازاي. هتلاقي حاجه اسمها الدي هيز، ودي بنستخدمها لما نكون الصوره مثلا انت مثلا الكاميرا مسحتها او ما مسحتهاش كويس قوي، او في عارف لما الشمس بتكون جايه في جنب كده فضاربه شويه في الصوره فعامله افكت كده اللي هو اللينس فلير ده مثلا، فالدي هيز بيبدا يقلل معاك الموضوع ده. والعكس ان هو بتعمل هيز فبيبدا يحط كأن فيه هيز او بخار او شبوره بشكل اصطناعي. تاني حاجه التكستشر بتاعنا، وهو مثلا تخيل تكستشر زي الاسفلت مثلا، لو انت مصور صوره على واقف على الارض على اسفلت، فلو انت محتاج الاسفلت يبوب اب معاك شويه او يظهر معاك شويه فبتعلي التكستشر ده قوي، والعكس بتقلله لو انت مش محتاج ان شكل الاسفلت يكون يشدك قوي. هتلاقي في حاجه في الكومبوزيشن رولز اللي اتكلمت عنها كان اسمها تكستشرز تقريبا، او نوع من انواع الكومبوزيشن كان ان احنا بنستخدم تكستشر معين، فلو انت عايز تظهر التكستشر في مكان بتعليه وبتقلله وهكذا. ثالث حاجه بتكون الكلاريتي، والكلاريتي دي هي نوعا ما شبه الكونتراست بس بتكون في نطاق اضيق شويه. لما بتعلي الكلاريتي بتخلي الصوره مؤذيه للعين على فكره لما بتعليها قوي يعني، ولما
بتقللها قوي الصوره بتكون ممسوحه وكأن حد مسك حاجه مبلوله كده ومسح الصوره بتاعتك، فانت بتحاول تظبط تالت حاجه التعديل على الالوان. وبصوا دي اهم مرحله في الايديت كله، يعني انا قلت ان في كذا مرحله تانية اهم، ولكن بجد دي اهم مرحله في توصيل الاحساس بتاعك بقى. الحاجات التانية كانت مهمه عشان تحدد سواء الناس هتشوف الصوره او لا، ولكن التعديل على الالوان هو مهم في حته الناس هتحس بالاحساس اللي انت حاسه ولا لا. هتقولي ازاي بقى؟ هقول لك مثلا ان ممكن صوره معينه تكون انت عايز توصل احساس بالدفء في الصوره دي، فهتلاقي في حاجه اسمها تمبريتشر كده، بتعلي التمبريتشر شويه، هتلاقي الصوره اصفرت معاك شويه كده شبه بريكنج باد لما كان في المكسيك كده. فانت بتظبطها بحيث ان انت توصل احساس الدفء اللي انت عاوز توصله بنفس الدرجه اللي انت عاوزها. بالعكس برضه لو ممكن تخليها كولد مثلا او تقلل التمبريتشر بتاعتها، هتلاقي حاجات ازرقت معاك شويه. ممكن تخلي الصوره بلاك اند وايت، ممكن تعلي اللون الاحمر وتقلل باقي الحاجات، بتقلل باقي الالوان التانية، فتلاقي الصوره كلها معاك سودة ابيض في اسود ما عدا الالوان الحمراء. ودي ساعات بعملها لما الاقي منظر مثلا شارع فيه عربيات كتير وانا مصور العربيات من ظهرهم، فبشيل كل الالوان واسيب اللون الاحمر بس اللي هو لون الفوانيس بتاع العربيات، بيبقى شكلها حلو مثلا. يعني انا بديك مثال، بعض الموبايلات اللي بنصور بيها بتطلع الصور الوانها فيك شويه، الوانها لما بتشوف اللون كده من الموبايل بعد ما تصور الصوره بتحس انها الصوره دي محتاجه مثلا الاصفر اللي فيها ده يقل شويه، محتاجه الازرق اللي فيها ده يبقى شكله اهدى شويه لانه هو زياده جدا. لان اي موبايل لما بيصور الصوره بيدخلها على الميموري بتاعته بس بشكل مش مباشر، هي مش بتظهر لك زي ما هو شايفها او زي ما الموبايل شافها، لا بالعكس هي بتعدي على الاي اي الاول اللي جوه الموبايل ده ويبدا يعدل على الصوره دي، يزود الحاجات، يعمل كلاريتي في حته، يظبط الالوان شويه بتاع. هتلاقي في موبايلات بتطلع الوان ساتيوريتد زياده عن اللزوم، وفي موبايلات بتطلع الوان دي ساتيوريتد او مفيش فيها الوان اصلا، في حاجات بتعمل الوان فيك وفي حاجات بتعمل الوان حلوه وهكذا وهكذا. فانت شطارتك بقى في المرحله دي انك تبدا تعدل على الالوان دي بطريقه توصل احساسك انت. هتقول لي ازاي بقى؟ هقول لك ان اللون في منه 3 حاجات ممكن تعدل عليها لكل لون من الالوان. الحاجه الاولى وهي الساتوريشن بتاع اللون ده، اللون ده شدته قد ايه في الصوره، هل الاحمر ده احمر غامق قوي واحمر احمر ولا اسود، فاهم؟ انت ممكن تشيل الساتوريشن خالص وتخليه اسود. الساتوريشن دي هي درجه تشبع اللون بتاعك في الصوره، اللون ده موجود قد ايه. تاني حاجه موجوده وهي الهيو بتاع اللون ده، الاحمر ده احمر احمر ولا احمر مايل لبرتقاني ولا احمر مايل لاصفر ولا احمر، فاهم؟ الهيو هي درجه اللون بتاعك. وهتلاقيني بستخدم الموضوع ده مثلا في الصور اللي فيها شجر، ممكن الشجر ده اخلي الاخضر بتاعه اخضر 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 قوي قريب للازرق، او اخضر اخضر قليل جدا قريب للون الاصفر او اللون اللي هو البرتقاني شويه ده. ده اللي هو الشجر الخريفي او الشجر الربيعي زي ما انا بسميها يعني. هتلاقي برضو في ناس بتعمل الموضوع ده مع السما، في ناس بتخلي السما لونها ازرق جدا وفي ناس بتخلي السما لونها اللي هو التركوازي شويه ده الهيو بتاع اللون. تالت حاجه ممكن تعدلها في اللون وهي اللومينانس او شده اضاءه اللون ده. انت ممكن تبدا تقلل شده اضاءه لون معين وتسيب باقي الوان الصوره زي ما هي بنفس شده اضاءتها. بعد كده بتيجي مرحله الكالر جريدنج، يعني بص كل اللي فات ده كان اسمه مرحله الكالر هانت او بنسميها اصطياد الالوان المعينه اللي في الصوره دي، وتبدا تعدل عليها زي ما كلمتك. بعد ما تعمل الكالر هانتنج ده بنبدا نعمل حاجه اسمها كالر جريدنج، وهو انك بتعمل جريد معينه او طبقات معينه من الالوان بتكون على مناطق معينه في الصوره على حسب الاضاءه. عشان ما اعقدش الموضوع يعني بنيجي مثلا على المناطق اللي الضوء فيها قليل زي المناطق السوداء او الغامقه في الصوره ونبدا نديها لون مزرق شويه، فانت كده بتدي احساس ان الاسود ده هو مش اسود اللي هو ابيض في اسود، لا هو اسود واخد سنه زرق بسيطه كده. نفس الكلام بنعمله على المناطق الفاتحه، فطبيعي يعني ان اللون او النور اللي جاي عليك ده هو نور شمس مثلا، هو نور لمبه، هو نور اضاءه زي اللي انا بستخدمها دي، فالنور ده بيكون زي دي مثلا اصفر شويه او زي دي ازرق شويه، فانت بتعمل جريد للون ده تمام. ففي الغالب يعني بنخليه لونه مثلا مصفر شويه بحيث ان هو يبقى جاي من الشمس، فانت كده خليت الغامق ازرق والفاتح اصفر تمام. انت بتدي كونتراست كده ما بين الاثنين في الالوان مش في الاضاءه، وبالتالي بيكون شكله حلو. وممكن تعملهم بالوان مختلفه، انا بس بديك مثال يعني، او ممكن تخليهم جريدز مختلفه. انا بديك مثال لحاجه هي مشهوره جدا وبتستخدم كتير جدا وبتوصل احساس معين، لكن انت ممكن تستخدم اي جريدنج تاني او طريقه جريدنج تانيه توصل الاحساس اللي انت عايز توصله من الصوره. بعد ما خلصت كل اللي فات ده بتيجي مرحله الافكتات بقى. الافكتات ده هو مثلا انك تعمل حاجه زي جلitch معين، انك تعمل حاجه زي مثلا انك تعمل شاربنينج للصوره، انك في نويز في الصوره مثلا فبتعمل نويز ريدكشن، والحاجات دي كلها موجوده في برامج كتير مثلا سواء الشاربنينج والنويز والحاجات دي اصلا موجوده في لايت روم عادي. لو هتعمل افكتات معينه على الصوره زي جلitch مثلا او حاجه فساعات ممكن تعملها على الموبايل ببيكس ارت عادي. طبعا كل الكلام اللي انا اتكلمت فيه ده بيتعمل على البي سي بسهوله جدا بفوتوشوب او بلايت روم او ايا كان البرنامج يعني. كمان في حته الفينيات دي عارفها، اللي هي بتبقى حواف الصوره من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا بيبقوا اغمق شويه والمنطقه اللي في النص بتكون منوره، فانت نوعا ما كده بتخلي الشخص
يحس ان انت بتوجهه ان هو يبص لنص الصوره غصب عنه. كمان ممكن تبدا تعزل الشخص ده عن الباك جراوند وتخلي الباك جراوند اوت اوف فوكس شويه كده، بحيث برضه ان الشخص يكون تركيزه اكتر على الحاجه اللي في النص او الشخص اللي في النص. واخيرا مرحله الانهانسمنت، كل اللي انا كلمتك فيه ده هو خلاص الصوره بقت جاهزه اصلا انها تنزل على النت زي ما هي كده من غير اي تعديل زياده، ولكن ساعات بيبقى في ناس عاوز تعمل انهانسمنت زياده شويه للصوره، مثلا حد زي مثلا وشي فيه شويه حبوب هنا ممكن ابقى عاوز اشيلهم في الصوره. الموضوع ده هو بديهي وفي ناس كتير بتعمله اصلا ما يكونش ليهم اصلا في الايديتنج او في التعديل على الصور بشكل عام، ولكن ساعات ممكن ناخد الموضوع لشكل زياده شويه، ان في ناس مثلا بتبدا تعدل في شكل جسمها، حد مثلا يكون رفيع فيبدا كده ياخد جسمه يكبر عضلات معينه بتاع. انت بتشوف الناس كتير جدا على السوشيال ميديا بيتكلموا على ان مثلا الناس اللي بتنزل جيم مثلا بيعملوا اديتنج لصورهم بفوتوشوب وبتاع وبيكبروا عضلات معينه، والموضوع ده لا بيحتاج انك تعمل سيلكشن بفوتوشوب مثلا، وانك تعمل ماسك، وانك تعمل تشيل الشخص وتكبر الحاجات معينه باداه اسمها ليكوفاي كده في فوتوشوب وبتاع. فالموضوع ده هو متقدم شويه عن اللي انت محتاجه للسوشيال ميديا العاديه بتاعتك، ولكن لو تقوله من باب العلم بالشيء يعني. وان شاء الله في المستقبل القريب هبدا اعمل فيديوز اشرح فيها الانترفيس بتاعه البرامج اللي انا بستخدمها زي فوتوشوب وزي لايت روم موبايل ولايت روم بي سي وسناب سيد والحاجات الكتير اللي انا بستخدمها عشان اعمل ايديتنج للصور، وهيبقى شرح تطبيقي. ولكن يعني انا اظن ان انت شفت لحد دلوقتي كام حاجه كده وانا بشرح الفيديو ده، ممكن انت تبدا تروح تعمل سيرش على اسامي البرامج دي وتبدا تتعلمها لو انت مستعجل عادي. بس اهم حاجه انك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان الحاجات اللي جايه هتعجبك جدا صدق. ويلا سلام.